أصعب جبل في الصين ومن أصعب التجارب في العالم، بيموت فيها 100 شخص كل سنة. أنت على حافة جبل ممكن تقف أي لحظة، أنت بتمشي على الحافة حرفيا وتحتيك مفيش أي حاجة. أكبر محطة قطر أدخلها في حياتي، حاجة والله العظيم مظلوم. نو موزة انتي موزة يا حاجة. 65 سنة اهي طلع كل ده وانا بموت. ده توك توك الصيني، وقعنا في علم فلسطين في الصين. اراهن لو في حد جه هنا قبل كده عمل فيديو حاسس نفسي في المعز او في العتبة كمان، الموضوع قلب بسوق سوق. يا جماعة لازم تزوروا الصين، مسلمين الصين ما شاء الله. انا بعيط والله العظيم، عيطت بجد. نبدأ رحلتنا الجديدة للمدينة الجديدة اللي هنزورها والمغامرة الجديدة اللي هنعملها، المغامرة الخيالية اللي كان نفسي أعملها من أول ما شفت فيديوهات عن الصين قبل ما أجي الصين من أول مرة. بس كنت خايف، كنت حاسس إن الموضوع صعب وبعيد، كان بعيد عن المدن اللي هزورها. ولكن دلوقتي إحنا في مدينة تشونغ تشينج اللي صورنا فيها الفيديو اللي فات، اللي كان رد فعلكم عليه جبار. الحمد لله قدرنا نوصل لأرقام خيالية. قررنا نصور لكم فيديو أقوى وأقوى، هنتسلق أخطر جبل في الصين. هنبدأ من هنا، هناخد رحلة قطر 5 ساعات، استني الأوبر بتاعي دلوقتي. عندنا رحلة قطر 5 ساعات لمدينة كبيرة، وبعدين نبدأ من هناك رحلتنا ناحية الجبل وتسلق الجبل. رحلة طويلة، هيا بنا. تاكسي اهو، عربية BYD. هي الصين هتبطل تفاجئنا امتى؟ يعني انا رايح محطة القطر عادي، في المنظر ده مش مطار، ده مش مطار المدينة، ده محطة قطر من 3 محطات قطر في المدينة، في أزحم مدينة في العالم. هي ما ينفعش تقال عليها مدينة اني مور، يعني هي دولة عدد سكانها 32 ل 36 مليون بني آدم، غير الزوار اللي بيزوروها في السنة. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني هي ملهاش نهاية. محطة قطر، ده منظر محطة سكيورتي وتفتيش، بتسيب شنطك كل حاجة كأنك داخل مطار وأكبر من المطار. هو المنظر ده مش طبيعي. محطة القطر من جوه أنا واقف في نصها، مش شايف آخرها لا هنا ولا هناك. أكبر محطة قطر أدخلها في حياتي، حاجة والله العظيم مظلوم. شوفوا أنا تاني مرة أزور الصين ودخلت محطات قطر. إيه ده؟ بجد؟ إيه ده؟ يعني إيه؟ دي أكبر من مطار اسطنبول مثلا. المفروض ان القطر يتحرك كمان 14 دقيقة بالظبط. فين القطر؟ القطر لسه ما جاش وجاي دلوقتي. 14 دقيقة كل البشر اللي كانوا في المحطة دي هيركبوا ونتحرك، هنشوف بالظبط 14 دقيقة ولسه القطر ما فتحش بابه. قطر الطلقة 300 كيلومتر في الساعة. شفتوا الشعب الصيني اللي بيقولوا عليه الشعب ملوش حل؟ الساعة و12 دقيقة، 3 دقايق بالظبط. الناس كلها كانت قاعدة والعربية مليانة. احنا في الدرجة التانية. 6 ساعات بالقطر السريع 50 يورو. رايحين مدينة اسمها شيئان، ودي اللي كانت عاصمة الصين لمدة أكتر من 1000 سنة في التاريخ. اوبا. وبعد 5 ساعات ونص بالدقيقة بمعنى بالدقيقة، يعني احنا اتحركنا الساعة 5:22، كان المفروض نوصل الساعة 10:50 دقيقة، واصلين 10:49 دقيقة. كوكب الصين ما بقاش يعني ايه بيبهرني زي الأول، لأن ولا مرة ركبت قطر، طيارة، تاكسي، باص، أي حاجة في الصين واتأخرت، يعني مستحيل. وصلنا مدينة شيئان عشان بكرة الصبح عندنا المغامرة الأصعب، أصعب مغامرة عملتها في حياتي. هنروح الفندق دلوقتي. محطات هنا بس مشكلتها انها بتبقى بعيدة دايما نص ساعة او 40 دقيقة.
فهناخد تاكسي وننطلق بسم الله. غالبا بقت فقرتي المفضلة في الصين هي الفنادق اللي بلاقيها ب$50. الفندق اللي فات كان ب$120. في ناس قالت شوية غالي. مبدئيا عندنا حمام الضيوف $50 ماشي. عندنا بروجيكتور وصالة. عندنا مطبخ. كل ده انا لوحدي بس انتوا مشفتوش حاجة. احنا عندنا دوبلكس فاحنا هنطلع فوق. في هنا حديقة صغيرة. كمل فوق سرير. ولكن بس كده؟ لا مش بس كده. خش هنا شاور. هنا حمام. وهنا باث توب ب$52 بالظبط. كنت محتاج حاجه زي دي لان انا هصحى الساعه 8 الصبح عشان نتسلق اصعب جبل في الصين ومن اصعب التجارب في العالم بيموت فيها 100 شخص كل سنه. فيا رب ما كنتش منهم عشان لو كنت منهم مش هتشوفوا الفيديو. ربنا يستر. اراكم غدا. الصراحة مش بقدر اوصل اي مدينة ما انزلش استكشفها حتى لو هصحى بدري. الساعة دلوقتي 1 هنصحى بدري قوي ولكن كان لازم اجي نشوف هنا لان اكتشفت ان عندهم اكتر من 10 مساجد في المدينة دي. في بوابة ورايا ضلمة دلوقتي هبقى اوريها لكم بكرة. الو هي دي البوابة اللي كان بيبدأ منها طريق الحرير وده السوق اللي كان بتيجي الناس تبيع فيه حاجاتها في طريق الحرير. مسلمين اهو. دول مسلمين الصين بيلبسوا دايما الطاقية دي زي ما شفناها في الفيديو اللي فات. حاول الاقي اي مطعم فاتح لان من الصبح ما اكلتش حاجة. الساعة 1 بالليل اظن هلاقي اكل حلال ان شاء الله. الو حلال؟ حلال؟ مسلم؟ بص الناس بالحجاب اهو. مطاعم كلها مسلمة جنب بعض مش مطعم ولا اتنين. الصين وما أدراك من الصين. أحلى أسياخ لحوم في العالم أكلتها في نيبال أكلتها في الصين. أحلى حاجة في الدنيا ده إن أنا أختم بيه يومي دي حاجة رهيبة. السلام عليكم. محدش فاهم حاجة. لغة إشارة هنا حتى مسلم وحلال ما كانوش فاهمينها بس هم مسلمين وحلال. نختم اليوم نسخن رجلنا بيه بعجلة هوايتي المفضلة في الصين. ربع ساعة عجل ب20 سنت على المنظر الخيالي ده. أحد بوابات أو معالم الصين الأهم هنكتشفها كلها بعد ما نتسلق جبل. هنرجع نقضي يوم كامل في المدينة دي. صباح الخير. متوجهين الى محطة القطار. عندنا قطر تاني ولكن قطر داخلي اصغر شوية. محطة قطر المفروض انها اصغر. المحطة اللي هي ما بين المدن الصغيرة اللي جوه المحافظة دي. فالقطر ساعة وربع او ساعة وتلت بينزلنا هناك. ناخد تاكسي تاني يودينا عند الجبل. نبدأ تسلق الجبل. مش عارف اي حاجة غير ان في حاجة على سطح الجبل على ارتفاع 3-4 متر مميتة محتاجين نروح نعملها. ليه؟ الله أعلم. بسم الله. بسم الله. تبدأ الرحلة. خايف ومتحمس لأن واحدة من الحاجات اللي مخوفاني هي انك ممنوع تعمل التجربة دي لو انت رايح شخص لوحدك. لازم دايما تكونوا اتنين عشان لا قدر الله لو واحد حصل له حاجة التاني يبقى موجود ياخد باله منه او هو يكون المسؤول عنه. معظم الاجانب لما بيروحوا لو لوحدهم بيشوفوا حد هناك يتصاحبوا عليه ويخشوا اتنين مع بعض. فخايف اوصل لحد هناك ما يدخلونيش. خايف اوصل لحد هناك تلاقي الجو وحش ساعات بيتقفل. انا واخد قطر ساعة ونص. ده قطر نوم بيسافر حوالين الصين كلها. فاحنا هنركب من محطة وهننزل محطة. مش هناخد طريق القطر كله بس رحلة
يعني انا رجل بيحب المغامرات والحاجات الصعبه. قلقان بمعنى قلقان. لو تشوفوا منظر الفيديو والناس احكي لكم هناك وهتشوفوا بنفسكم، بس الموضوع ممكن يكون من اكتر الحاجات المخيفه اللي تعملها في حياتك كلها في العالم كله. القطر ده مختلف تماما، تحسه القطر القشاش كده او قطر سوفيتي قديم في نفسه. حتى الناس كلها بصوا قطر قديم قوي، بس مش مطولين فيه ساعة ونص. حتى ظهر الكرسي ثابت زي هو ما بيتحركش، ناشف قوي. وصلنا. الجبال ورايا اهي، المفروض نطلع الجبل اللي فوق ده، ارتفاع تقريبا 2500 3000. بسم الله. بص المنظر بيبقى عامل ازاي فوق الجبال. يا رب ما يبقاش فيه سحاب كتير. الجو كويس احسن ما توقعت، لان لو في سحاب كتير لما بنبقى فوق مش هتبقى شايف اي حاجه تحتيك، لكن لو مفيش سحاب بتبقى ماشي على حافه الجبل وشايف ال 3000 متر كلهم واقعين تحتيك. ها؟ 10 اوكي. بيكلكسوا هنا في الصين على فكرة كتير قوي، على عكس الدول عامة. يعني كنت فاكر ان الصين شوية نظاميين، كنت فاكر ان الكلاكس يمكن يبقى حاجة ممنوعة، بس على قد ما الصين القوانين هنا فيها صارمة، على قد ما في نفس الوقت عادي. يعني في حاجات كتير بتعدي. هو حاطط الحزام، كان حاطه من ورا ظهره، دلوقتي حاطه بس عشان طلعنا على الشارع الرئيسي. بيمسكوا التليفون عادي، كلاكسات عادي. احنا بقينا في قرية، دي اكتر حاجة مهجورة زرتها في الصين لحد النهاردة، فتجربة مختلفة بعيدا عن الجبل نفسه. الصين كمدن كبيرة بتبقى دايما فيها تقدم، فيها مباني، فيها بنية تحتية، ولكن هنا خلينا نشوف. الطريق برضو مكسر زي ما انتم شايفين، شوية الاسفلت اي كلام. نو 2块钱。هو شان 2块。باي باي. موزة انت موزة يا حاجة. موزة نو. بسم الله. معرفش هنروح فين، عائق لغة غريب. المفروض ان المكان ده بيكون زحمة قوي، بس هو احنا عشان جينا في الشتاء فالحمد لله مش شايف زحمة. يمكن الزحمة جوه، بس اهو شوية هوا نضاف. قلت لكم عندي مشكلة ان مش لاقي ناس ابقى معاهم، فقابلت 3، وال3 دول معناها ان هم محتاجين حد. 3 من كندا بيتكلموا انجليزي، وحشني ان انا اعرف اتكلم مع بني ادم ويفهمني ويفهمه. اشترينا دلوقتي تذكرة دخول بس ان احنا نخش منطقة الجبل. بتدفع 15 يورو ومعاها تذكرة باص توديك لحد التلفريك. انت ممكن تطلع على رجلك المسافة كلها، بتستغرق تقريبا 6 ساعات هايك، لان هم 2500 متر، او تاخد الكيبل كار 10 دقايق ربع ساعة، كنت طلعت تهايك 10 دقايق توصل لهناك. هنشوف دلوقتي، هنستكشف. باي 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 باي. تشيتش. بسم الله. اول خطوة الاتوبيس. الاتوبيس اخد 35 دقيقة. مشوار في الجبل طويل، لان زي ما قلت لكم بتاخد اكتر من 6 ساعات عشان تطلع. وبدأنا نشوف تلج هنا، احنا على قمة الجبال، التلج تحت اهو. ودلوقتي محتاجين نروح نركب التلفريك. الاتوبيس ودخول الجبل ده بيكلف 18 يورو بس عشان تاخد الاتوبيس وتخش المحمية، وبعدين عشان تروح تركب التلفريك 15 يورو كمان طالع و15 يورو نازل، يعني 30 يورو. كده 30 و18 بنتكلم في 50. والمشيه بقى الخطيره دي تقريبا على حد ما انا عرفت 5 يورو. الجو حلو، عمري ما كنت احلم بالمنظر ده. مفيش سحاب، اتمنى على ما نطلع فوق الجو ما يكونش باظ. بس يعني انا كنت بجد، انا كنت في الصين وكنت بفكر ما اجيش هنا، رغم ان كان نفسي اجي، بسبب كنت خايف ان الجو في الشتاء يبقى بشع، يكون قافل. بس الجو الحمد لله
حلو قوي. دول صحابنا من كندا. الست دي عندها 65 سنة. ثانك يو. والله افتكرتها عندها 45. بنتها اللي هناك دي عندها 38 وعندها ابن عنده 16 سنة. هم دي 65. Yeah. Camping up there? No way. Outside? Yeah. Cold? Yeah, -10. Brr. Yeah. طالعين 4 كيلو بالتلفريك. I'm speaking in Arabic now. الراجل ده عنده 64 سنة وبيقول ان هو في الصيف طلع الجبل ده كله من الارض على رجله، اخد 9 ساعات. 64 سنة 9 ساعات طلوع، ودلوقتي جاي في الشتاء عشان يخيم، جايب الخيمة بتاعته عشان يطلع ينام فوق. وتلفريك 4 كيلو 4 كيلو طوله، ومع ذلك هو مش أطول تلفريك في الصين. الصين هي اللي بتتغلب على نفسها من واحد لأطول، من أطول لأطول. بصوا المنظر فوق خيال. Oh, beautiful. بيوتيفول. Look at the scene. اوه Look at it. Look at it. Amazing. Yeah, then going down and up. احنا ارتفعنا بالتلفريك قد ارتفاع برج خليفة اللي طلعناه بشكل واقف. بصوا بصوا احنا طالعين واقفين. انا مركبتش تلفريك في حياتي بالمنظر ده. التلفريك دايما بيبقى يعني الارتفاع بتاعه بشكل مايل بسيط. الميلان هنا يعني يمكن 70 درجة. التلفريك ده يمكن احلى حاجة شفتها في حياتي، واغرب حاجة ان هم يقدروا يبنوا حاجة زي دي. ارتفاع برج خليفة بميلان في مناطق معينة 70 درجة، حاجة خيالية بجد. الصين يا جماعة لازم تزوروا الصين. اللي عنده فرصة يزوروا الصين. الصين رخيصة، تذاكر طيرانها بقت رخيصة جدا. دلوقتي بقى في تذاكر طيران رايح جاي دايركت من مصر ب20,000 جنيه 400 دولار، ارخص مما تروح يمكن اوروبا في مناطق كتير. بصوا طلعنا 3000 متر عن سطح الارض، وتطلع فوق تلاقي مدينه وبوابات وسوفونير، كل حاجه بتتباع وموجوده عادي، على عكس اي جبال في العالم. انت لما تطلع الارتفاع ده خلاص. وبرخص التراب التلفريك ب 15 دولار طلعنا ارتفاع خيال. عندهم هنا معبد صيني. خمسة وستين سنة اهي طلع كل ده وانا بموت. بقالنا ساعة ونص تقريبا ماشيين من ساعة ما طلعنا بالتلفريك. انا خلاص لساني باظ من البرد. واول علامة نشوفها هو مكتوب بلانك رود ان ذا سكاي. قدامنا تقريبا 200 متر. جو برد بس ممتع فريش، يعني مش متلج بس. يعني اطرافي نسيت اجيب ايس كاب فتعبان. بصوا المنظر من هنا. وصلنا. هو مفيش حد هنا ليه؟ بصوا الصور، الناس بتمشي كده في الجبل ده. بصوا متعلق ازاي. دور عليا. بسم الله. اخبار حزينة لكن طلعوا قافلينها ويعملوا لها شوية اصلاحات. وصلت هنا يعني والله بقالي سنة نفسي اجي المكان ده. تسلقت ساعتين ما نمتش من امبارح. سافرت مخصوص المدينة دي، ضيعت حاجات مهمة عشان اجي هنا. اهو هي دي. بصوا بتمشي هنا، ده في الاول دي الحتة السهلة، وبعدين في خشب تحت، شايفين خشب، وبتنزل سلالم عمودية. انا هعتبر نفسي جيت وهحط لكم فيديوهات لناس جت المنظر بيكون عامل ازاي. هعتبر نفسي جيت عشان حرام الصراحه. يعني اللي كان يفرق ما بيني وما بين ان نكمل الفيديو هو ان انا همشي هنا. وبصوا ممكن تقع ازاي. يعني انت على حافه جبل ممكن تقع في اي لحظه. انت بتمشي على الحافه حرفيا وتحتيك مفيش اي حاجه.
طبعا بعد ما شفتوا الفيديوهات وبتاعت الناس صحابي اللي جربوا البلانك ووك، عرفتوا انا ليه كنت متضايق قوي. انا بجد امبارح روحت متضايق، نمت ما عملتش اي حاجه، لان المكان ده كنت بحلم بيه بقالي مثلا سنه ونص سنتين. فبس شفتوا الفيديوهات، موضوع مرعب خطير، ادرينالين عالي جدا، ولكن اوعدكم ان لازم هرجع له. دلوقتي بما ان احنا في مدينه شيئان، ما رضيتش اقفل الفيديو على كده، قلت لازم اروح اوريكم المسجد اللي هنا واوريكم الكالتشر المسلم الكبيره اللي هنا. احنا شفناه في اول الفيديو، ولكن كانت حاجه بسيطه. اللي هتشوفوه دلوقتي حاجه هتبهركم. المدينه دي فيها 10 مساجد، ومن ضمنهم مسجد مبني من سنه 700 ميلاديه، يعني مسجد بقاله تقريبا 1300 سنه، وده يعتبر يعني مش بعيد قوي عن الهجره. فعايز اقول لكم قد ايه ان الاسلام وصل بسرعه قوي هنا. هنروح هناك نخش المسجد، نتفرج شويه على المدينه. لو وصلت هنا ادينا لايك وكومنت على الفيديو عشان تدعمنا، لان الصراحه متضايق. وبس يلا بينا، بسم الله. بصوا المدينه كلها تاريخ. كل ميادينها هتلاقوا مبنى كده مختلف. ده بيسموه مبنى الطبلة، درام تاور، ده بتاع الطبلة. واللي هناك اللي رايحين له ده اسمه الجرز، بيل تاور. وكلهم هنا لابسين اللبس التقليدي وجايين يتصوروا. بصوا كله بيجي يتصور. هلو. كل الناس ماشية في الشارع باللبس التقليدي ده، معرفش بيأجروه ويجوا يتصوروا ولا بيعملوا ايه. بس بصوا اهو ناس ثانية اهي، بنت صغيرة، ست اهي، في كل حتة المنظر كده. الصينيين بالنسبة لي اكتر شعب زرته في حياتي بيعشق التصوير كشخص، يعني هم بيعشقوا يصوروا نفسهم، بالذات الستات كلهم بيعرفوا يصوروا، يعني بيقعدوا يتفرجوا على فيديوهات ازاي تصور. هلو فيري نايس، ازاي يتصوروا وازاي مش عارف ايه. دايما تلاقي الستات ماشيه بكاميرات مختلفه اهي. بصوا معاها كاميرا اهي، لسه بقول لكم دي ست جايه تتصور. كلهم بيعرفوا يبوزوا، مهتمين قوي بالتصوير. في الكالتشر الصيني الستات بشكل، يعني لو بنقول مثلا ان احنا الستات عندنا في الوطن العربي بقى لما تطلع مع جوزها تقعد تقول له صورني 1000 صوره، هنا اكتر بكتير، بشكل يعني مبالغ فيه الصراحه. بس دي الكالتشر والعادات او الثقافه بتاعتهم. احنا دلوقتي بنتمشى للحي المسلم تاني بعد ما زرناه اول يوم. سريعا نشوف اجواءه بقى في الزحمه. المدينه زحمه قوي زي ما انتم شايفين، هتبقى عامله ازاي. بصوا كلهم لابسين. واو 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 يا اخي سبحان الله، ما تعرفش فيه ايه، ولكن المناطق اللي فيها دايما مسلمين او اللي ارتبطت بالتقاليد بتاع الشرق الاوسط تلاقيها دايما الاكثر حيويا والاجمل. انا دخلت شارع المسلمين اللي كنت فيه اول يوم وكان فاضي ما فيهوش ناس. ده المنظر، ازحم شارع في البلد، اكتر شارع سياحي في كل المدينه. مدينه عظيمه، يعني مدينه قديمه تاريخيا. بصوا كميه المحلات، الناس بتنده. حسيت نفسي ان انا دخلت خان الخليلي او المعز، شارع في مصر في القاهره يعني. بصوا في كل حته في كل حاجه بتحصل. انا قاعد بتمشى في الحواري بدور على المسجد، لقيت اليافطه دي على بوابه عماره. بصوا مكتوب ايه؟ الحمد لله على الايمان. سبحان الله والله، يعني مين كان يتخيل ان الاسلام اللي بدأ عند سيدنا محمد في مكه من آلاف السنين يوصل لكل العالم ده، في الدول اللي احنا اصلا فاكرينها ملهاش علاقه بالاسلام، ولكن الناس كلها في الشارع اصلا بالحجاب ولابسين طواقي، كله تحس نفسك حاسس نفسي في المعز او في العتبه. كمان الموضوع قلب سوق، في عربيات رايحه وجايه وناس كده يعني. بص الستات دول، بصوا بالله عليكم الستات دول اهو. ده بقى يعني كرم ربنا ليا، الستات دول بالحجاب. انا جاي المدينه دي بس عشان كنت اتسلق الجبل، شفت فيها واحده من احلى الحاجات اللي شفتها لحد دلوقتي. سبحان الله. واحنا بنتمشى قابلنا صديقنا رضا من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وبعدين بصوا اتمشينا في الحواري هنا، الحمد لله برضو على الايمان، نفس الكلمه. كلهم هنا بالحجاب، حجاب مظبوط قوي. وبعدين وقعنا في علم فلسطين في الصين.
تحفه تحفه تحفه. حبيبي وصلنا عند المسجد، وده يمكن يكون هيبقى احلى مسجد شفته في حياتي. مبدئيا على البوابه لازم تشتري تذكره ب 15 يوان يعني ب 2 دولار، او لو انت مسلم تدخل. هو انا داخل قال لي تذكره، قلت له انا مسلم دخلني على طول. اول ما تخش في محلات السلام عليكم. بصوا من جوه عامل ازاي. هو كان اصلا معبد صيني وقلب مسجد من سنه 700 ميلادي. بصوا واو واو يا الله على الجمال. جوه المسجد بجد دي من احلى الحاجات اللي شفتها في حياتي بدون مبالغة. المسجد ايه ده يعني بجد، ايه ده، مسجد في الصين. شوف انا بعيط والله العظيم، عيطت بجد. انا مش شخص بيتأثر نهائي، اول مرة في حياتي اتأثر بالمنظر ده. معبد كامل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله العظيم. وصلنا بقى لاخر حتة مكان الصلاة من جوه. بس المسجد ناس كتير قوي بالحجاب، اكتر مرة في حياتي اشوف في الصين محجبات. المسجد اهو يا الله يا الله، كلهم مسلمين جايين يزوروه. الصين فيها نسبة مسلمين مش قليلة، بس عمري ما تخيلت ان انا اشوفهم بالكثرة دي. بس من جوه النقوشات رهيبة. الأوضة حاجة عظيمة يا الله. اللي بفكر فيه اكتر مش بس ان هو في مسجد، مصحف قرآن، حاجات بالصيني مترجمة، مش بس هو مسجد، قد ايه قدروا يحافظوا على المسجد ده على مدار 1300 سنة. دلوقتي كل الضغوطات اللي في الحياة اكيد قامت حروب، وزمان كانت الحروب ابشع من دلوقتي، ولازم الناس تتغير دينها بالاجبار، مساجد تتهد، معابد تطلع مكانها، والعكس يعني من كل الديانات في بعض. والمسجد ده قدروا يحافظوا عليه لحد النهاردة يا الله. هنودع المسجد، قابلنا الناس الجمال دول يتكلم العربية قليلا، مسلمين الصين ما شاء الله. مع السلامة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعندهم هنا مواقيت الصلاة بالصيني، والصلاة شغالة عادي. مع السلامة مع السلامة مع السلامة، إلى اللقاء. من أحلى اللحظات في حياتي والله العظيم. العالم كبير ومحتاج مستكشفين كتير، لأن مهما سافرنا ومهما رحنا مش هيخلص من الخبايا اللي عمرنا ما هنسمع عنها. أراهن لو في حد جه هنا قبل كده عمل فيديو، ممكن حد جه بس الفيديو ما تشافش، ولا قناة إخبارية كبيرة ولا أي حد كده مشهور جه عمل فيديو. فحس إن دي يعني هدية من ربنا إن أنا جيت المكان ده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، من أحلى الحاجات اللي عملتها، سعيد جدا جدا بيها الحمد لله. كل البائعين هنا في الأسواق بالحجاب حوالين المسجد.